السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. كنشكر المنبر ديال تطوان اللي استضفني من اجل الحديث على الموضوع ديال الغلاء بالمغرب. من داخل مدينه ديال تطوان لا صوت يعلو فوق صوت الغلاء في المغرب، وكنشوفوا واحد مجموعه ديال التفاعلات مع الموضوع ديال الغلاء، من بينها الخروج بتصريحات لام رئيس ديال الحكومة عزيز أخنوش، ولا كذلك من طرف الناطق الرسمي ديال الحكومة عزيز بيتاس. من داخل مدينة ديال ريكون المضيق شمال المغرب عبد ربي نبي عيسى يعتبر أن المحاربة ديال الغلاء لا تكون بالمسرحيات، لا تكون بالتقاط الصور، لا تكون في الأسواق، لأن محاربة الغلاء يجب أن تحارب بتوفير الاكتفاء الذاتي قبل التصدير، وكذلك إعادة النظر في السياسة الفلاحية ديال البلاد، وكذلك إعادة النظر في المخطط الأخضر الفاشل في المغرب الذي خسرت عليه الآلاف ديال المليارات دون جدوى. الآلاف ديال المليارات كنتكلموا على 150 ديال المليار ديال الدرهم، والمواطن المغربي في الأسواق يصرخ على مطيشة والبطاطا والبصلة. بالأمس كنا نطالب بإسقاط الفساد، بالأمس كنا نطالب بإسقاط الاستبداد، واليوم نطالب بالبصلة ومطيشة والبطاطس. إذا من داخل مدينة ديال تطوان من العيب والعار أن نقول أن المغرب بلد فلاحي، في بلد إخوة والأخوات. المواطن المغربي يشتكي من غياب ديال المنتجات الفلاحية. كما قلت أن الخلل في المغرب ليس غياب المنتجات الفلاحية وإنما التصدير. لا يعقل أن يتم تصدير المنتجات الفلاحية لتغطية النقص إما في أوروبا أو إفريقيا، لأن كنعرفوا أن ولا المغرب منفتح على السوق الإفريقية والسوق الأوروبية، ونخليو المواطن المغربي في معاناة مع الغلاء. بالنسبة لي شخصيا أعتبر أن أي تصدير في هذه المرحلة يعد جريمة اقتصادية وضربا للقدرة الشرائية ديال المواطنين والمواطنات. وفي آخر المطاف عندما نضرب القدرة الشرائية ديال المواطن والمواطنة، هذا يعني أننا نقامر أو نغامر بالسلم الاجتماعي ديال البلاد. في آخر المطاف بغينا ولا كرهنا راه داك بطاطا ومطيشة وكذلك داك البصله تساهم في السلم الاجتماعي، ابى من ابى وكره من كره. وملي كيجي مثلا رئيس الحكومه كيتكلم على ان مطيشه تراجعت في الاسواق بسبب البرد، نقول ان المشكل الحقيقي هو التصدير. ونقول كذلك ان المراقبه يجب ان لا تشمل اصحاب الكرارس، اصحاب الحوانس واصحاب الدكاكين، اخوه الاخوات الصغرى، وان المراقبه يجب ان تشمل اخوه والاخوات كما كنقولوا القطاع ديال المحروقات او شركات المحروقات. لانه لا يعقل ان نتكلم على منتجات فلاحيه رخيصه الثمن والمازوت والإسانس والمحروقات غاليه ديال الثمن. إذا كنا غادي نديروا المراقبه يجب ان تشمل عزيز أخنوش باعتباره فاعلا اساسيا في القطاع ديال المحروقات، لانه كما شفنا لا المجلس ديال المنافسه اللي على يدو في هذه الظرفيه. ونطرح اكثر من علامه الاستفهام، لماذا تتواجد واحد مجموعه ديال المؤسسات الدستوريه في المغرب اذا لم تكن غادي تلعب الدور ديالها في اطار مثلا ملي كنتكلموا على المجلس ديال المنافسه نتكلم لانه من بين الادوار ديالو وهو انه يحمي القدره الشرائيه ديال المواطنين والمواطنات. لا المجلس ديال المنافسه ولا كذلك لجان برلمانيه داخل البرلمان كانت تكلمت على 17 ديال المليار ديال الدرهم اللي هي مجموعه ديال الارباح اللي هي لا اخلاقيه ولا معقوله، اللي ركمات واحد مجموعه ديال الشركات ديال المحروقات في المغرب. وكنتكلموا على شركات ديال المحروقات لا شين ولا افريقيا ولا توتال، جميع الشركات ديال المحروقات مورطه في هذا الموضوع ديال 17 ديال المليار ديال الدرهم. وفي اخر المطاف نحرف
نوقفوا النقاش داخل المغرب، يعني من الغلاء في الاسعار، المراقبه ديال الجوده، المراقبه ديال الميكا، ونمشيو عند داك التاجر الصغير، نجيب مثلا قائد او باشا او واحد مجموعه ديال اللجنه فيها مثلا الجامعه الحضاريه ولا البشويه والوقايه المدنيه. بالنسبه لي شخصيا اعتبر هذا يدخل في اطار المسرحيه والمراقبه الفولكلوريه، منذ المراقبه اللي دارت الاخوه والاخوات يعني في الاسواق، يعني وما زالت مطيشه غاليه، البصل غاليه، يعني واحد مجموعه ديال الامور اللي هي منتجات فلاحيه. قلت ان المغرب من العيب والعار اننا نقول المغرب بلد فلاحي، وحنا مازال المواطن المغربي كيعاني كل المعاناه من اجل انه يحصل حتى على بطاطا ومطيشه والبصله. اذا من داخل مدينه ديال ريكون المراقبه يجب ان تشمل الفلاحين الكبار، يجب ان تشمل رئيس الحكومه، وفي اخر المطاف زواج المال، يعني زواج يعني المال بالسياسه، او زواج التجاره يعني بالسياسه، او زواج المال والسلطه الاخوه والاخوات يؤدي الى الفساد كما قال ابن خلدون. اذا من داخل مدينه ديال ريكون هذه هي النتيجه ديال التصويت ديال الشعب المغربي على حكومه الباترونه، على حكومه رجال الاعمال. وبغينا ولا كرهنا يعني نحن حاليا في اطار يعني المرحله ديال اعاده التربيه كما قال عزيز اخ النوج. اذا يعني بغينا ولا كرهنا راه حنا كنطالبوا يعني كيف ما كنتكلموا على المخطط الاخضر، نقول ان الالاف ديال المليارات ديال السنتيم تخسرت على هذا المخطط. في اخر المطاف شنو كيجنيو ما كاين لا هنديه، ما كاين لا زيت زيتون، ما كاين لا حبوب، يعني كاين نقص في الحبوب. وقعت الحرب بين روسيا واوكرانيا، نحن نؤدي الضريبه. وقعت شي تغيرات مناخيه، نحن نؤدي الضريبه. مع العلم اننا كنتكلموا على ان المغرب بلد فلاحي. من العيب والعار يعني ان في المغرب مثلا، في المغرب انني نجيب يعني كيان صهيوني ولا نطبع يعني مع الكيان الصهيوني ونجي نستثمر هنا في لافوكا، مع العلم ان المغرب ليس بلد مدار، يعني ان لافوكا كانت واحد مجموعه ديال الوطنيين، واحد مجموعه ديال الغيورين على البلاد كانوا كيقول لكم اللهم هذا منكر. يعني الاستثمار ديال لافوكا في المغرب راه ضر الفرشه المائيه ديال المغرب، وكذلك لا الدلع ولا فريسه ولا واحد مجموعه ديال المنتجات الفلاحيه اللي ما كتماشاش حتى مع المناخ ديال المغرب، لان المغرب مره كيكون شتاء، مره كيكون الجفاف. ودابا حاليا بقينا لا زيت زيتون كيف ما قلت، لا يعني لا حبوب، يعني حاليا دابا بقينا حتى المنتجات. يعني مثلا كنجي انا كندير الخيار، كندير مطيشه، كندير الحوامض، كنصدر الماء، كنصدر يعني الفرشه المائيه لاوروبا. وشني كيستافد المواطن المغربي؟ المواطن المغربي يستفيد الصراخ في الاسواق. اذا كان المواطن المغربي ما غتوفرلوش الدوله المغربيه حتى الامن الغذائي ولا حتى السياده الغذائيه، لانه المصطلح ديال التنميه وحقوق الانسان واحد مجموعه ديال المصطلحات اللي جاتها الدوله المغربيه يعني اصبحت متجاوزه. لان حاليا يمكننا نتكلموا اولا على السياده الغذائيه، ونتكلموا كذلك على التغيرات المناخيه. هذه هي الامور فيها الاوبئه وفيها واحد مجموعه ديال الامور. هذه هي الامور اللي ولا العالم يعني كركز عليها، هو مثلا الماء يعني والغذاء. اما داكشي ديال التنميه وهذه ما بقى واكل والو في العالم. اذا كنا حنا مثلا كمواطنين يعني عندنا علاقه مع الدوله المغربيه، يعني كنأديو واحد مجموعه ديال الضرائب من اجل اننا نستافدوا واحد مجموعه ديال الخدمات. كنتكلموا لانه في اخر المطاف عندما نقول الدوله يعني كاين تعاقد اجتماعي بين المواطن وبين الدوله، والدوله وجدت لتوفير يعني الاموال، الاستقرار، تدبير واحد مجموعه ديال الظرفيات الاستثنائيه، وكذلك الاخوه والاخوات توفير واحد مجموعه ديال الخدمات الاجتماعيه. ما بقيناش كنتكلموا على الصحه، ما بقيناش كنتكلموا على التعليم، ما بقيناش كنتكلموا على الشغل، ما بقيناش كنتكلموا على واحد مجموعه ديال الامور. يلا المواطن المغربي اللهم هذا منكر ولا كيقول خصو غماطيشه والبصله. شوف يعني السياسات العموميه الفاشله ديال الدوله المغربيه. عندما اقول الدوله المغربيه لا اخاطب الحكومه المغربيه فقط، وانما اخاطب جميع اجهزه ديال الدوله، لان كل يتحمل المسؤوليه ديالو. لانه بغينا ولا كرهنا الاخوان راه ملي كنشوفوا المخطط الاخضر كنجبروا انه يعني الالاف ديال المليارات، وان المواطن كيأدي الضريبه. اذا كان مثلا كنتكلموا على المخطط الاخضر غير فيما يخص اللحوم، يعني كان يعني الفلاح الكبير يعني كيولد له العجل كيدير 4000 ديال الدرهم،
ودابا حاليا كاينه ازمه ديال اللحوم وكاين غلاء في اللحوم، وكيجي الناطق الرسمي كيقول لك انا شريت مثلا كيلو ديال اللحم ب 75 ديال الدرهم، وخرجوا دابا كتلقاه ب 90 درهم 100 درهم. اذا بغينا يعني هذه الحكومه هذه اللي كتكلم صراحه يعني خارج التغطيه، لانه بغينا ولا كرهنا راه ملي كنتكلموا على كيقول لك حنا حلينا المشكل باش حليناه باستيراد اللحوم يعني من امريكا اللاتينيه، اما من البرازيل ولا من الارجنتين. هذه سياسه فاشله، يعني خسرتوا الالاف ديال المليارات ودابا كتجيبوا لنا اللحم من الارجنتين ولا من البرازيل. اللهم هذا منكر، واش كتضحكوا علينا؟ وكذلك الحبوب كيف ما قلت ما كاينش اكتفاء ذاتي، يعني بغينا ولا كرهنا راه ملي كنتكلموا على الفلاح الكبير، يعني داك الفلاح الكبير خص الدوله المغربيه تراقبوا. اول حاجه هو واش خصو يدير؟ خصو يعني يوفر الاكتفاء الذاتي في البلاد، عادي يفكر في التصدير، لانه في اخر المطاف كيستافد يعني من امتيازات ديال الدوله، كيستافد يعني من التخفيض ديال الالاف، من التخفيض ديال الاسمده، ويعني واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي كتدخل في اطار المخطط الاخضر. ما عليهم انه هذا المخطط الاخضر شكون كيستافدوا منه؟ كيستافدوا منه غير الباترونه والاباطره الكبار، يعني واللي كيدوروا في الحلقه ديال رجال اعمال ديال الحكومه. ما عليهم ان الفلاح الصغير اللي عنده بقره ولا جوج واش غادي يستافد من الدعم؟ واش يعني غادي يستافد يعني من ذاك الواجب اللي خصها تتعاونوا به الدوله؟ اذا من داخل مدينه ديال ريكون كذلك، اذا كنا كنقولوا ان مطيشه ضرب البرد، الحوت مثلا ملي كنتكلموا على المغرب راه عنده جوج ديال البحور، المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، ومن الكبار ديال المصدرين ديال الحوت في العالم. بغينا ولا كرهنا كما كنقولوا دائما راه المغرب عنده خيرات، ولكن المشكل الناس اللي كيدبروا البلاد راه فاشلين. حتى الا كنا غنتكلموا على مطيشه راه المغرب كيتصدر يعني في الرتبه الرابعه عالميا في التصدير ديال المطيشه، ويعني كتصدر مطيشه وتخلي المواطن كيعاني. صراحه هذا بالنسبه لي كنعتبره جريمه اقتصاديه في حق المواطن المغربي، وكنعتبره كما قلت الاخوه والاخوات ان هذا يدخل في اطار كيف ما قلت الضرب ديال السلم الاجتماعي، لانه السلم الاجتماعي علاش كيتضرب؟ وهو انك تضرب القدره الشرائيه ديال المواطن. اذا من داخل مدينه ديال ريكون مجددا عبد ربي نبيل الميسا يعتبر ان المدخل الاساسي يعني المغرب ديال الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه ليس انني مثلا نمشي للاتحاد الاوروبي ونشري اوروبيين ولا باش نلمع الصوره الحقوقيه ديالي برا، انني يعني مثلا ندير شي امور اللي هي كنشوفوها حاليا. وانما المدخل الاساسي هو تقويه الديمقراطيه الداخليه، تقويه الجبهه الداخليه، وكذلك الاخوه والاخوات يعني اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين في المغرب. اذا من داخل المدينه ديال ريكون كذلك نعتبر ان اي منبر اعلامي لا يتكلم على الغلاء صراحه يغرد خارج السر. ومن داخل مدينه ديال ريكون مجددا شكرا جزيلا للاخوه في منبر تطوان على التغطيه. وكيف ما كنقولوا الاخوه والاخوات، لا للغلاء، لا للزياده في الاسعار، نعم لتوفير الاكتفاء الذاتي قبل اي تصدير. تحياتي.